السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ازيكم يا دكاترة يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الحصة اللي فاتت احنا شرحنا الدرس الاول كامل وحلينا عليه في الفيديو واحد، حلنا عليه كل الاسئلة. في الفيديو ده باذن الله تعالى هنبدأ حل على الدرس التاني كامل، ولكن هنقسم يا شباب جزئية الحل على فيديوهين بسبب ان زمايلكم الحصة اللي فاتت اشتكوا وقالوا يا مستر عايزين فيديو الحل ما يطولش، عشان هو كان ساعة وتلت الحصة اللي فاتت، عايزينه يبقى اقل من كده. تمام يا شباب؟ تمام. دلوقتي هنحل الدرس التاني وهنقسمه باذن الله تعالى على جزئيتين، واهم حاجه تكونوا طالعين فاهمين وشارحين الحل كويس. شارحين الحل طبعا لازم تكون طالع الحل انا شرحهولك، عشان اولا تعرف طريقه الحل بتحل ازاي، ومن الحل بتثبت على الشرح كمان. يعني حل يعني شرح بدون حل ملوش لازمه، دي من الحل بنثبت على الشرح والمذاكره اللي احنا ذاكرناها. دلوقتي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وان شئت جعلت الصعب سهلا. يلا يا شباب هاتوا كتابكم معايا وكل واحد يبدأ يراجع معايا اسئلته اللي هو حلها. بسم الله توكلنا على الله. اول حاجه هنا يا شباب بيقولك عند اكتساب الماده طاقه حراريه بتزداد طاقه مين؟ لما نكتسب الماده طاقه حراريه بتزداد طاقه حركه جسيماتها، صح يا شباب؟ صح يا مستر، واللي مذاكر هيعرف. مما يؤدي الى ارتفاع درجه حراره الماده. درجه حراره مين؟ الماده. تمام. لان بسبب الحركه كتير، لما انت مثلا بتيجي تتحرك كده مثلا وتجري وتعمل مجهود وتبذل شغل، مش بتلاقي درجه حرارتك زادت؟ فالماده ذات نفسها لما الجزيئات بتاعتها او الجسيمات بتاعتها هتتحرك تبذل شغل، مش هتسبب حراره؟ هتسبب حراره. يبقى كده اول سؤال. تاني سؤال، عند زياده الضغط الجوي، لما بتزيد الضغط الجوي قلنا بين العلاقه بين الضغط الجوي والغليان علاقه طرديه، فيزيد الضغط الجوي فايه اللي يحصل للغليان؟ تزداد مين؟ درجة الغليان. طب ايه اللي بيحصل للتجمد؟ العلاقة بين الضغط الجوي والتجمد علاقة عكسية، فهنقول التجمد بيقل مين؟ التجمد. تمام. تتساوى درجة حرارتي حالتي المادة عند نقطة الغليان. قلنا شايف في الرسمة اللي هي كانت عاملة بالشكل ده بالظبط، عند درجة الغليان وهي ديت كنا عندنا هنا مادة مين؟ كان عندنا هنا مادة سائلة ومادة غازية، صح؟ صح. فتتساوى درجة حرارتي المادة السائلة والغازية. تمام. تمام. بقولك وعند نقطة الغليان اللي هي كانت عند 100 برضو، عند 100 درجة، نراجع برضو. عند الضغط الجوي المعتاد تكون درجة غليان الماء. يعني ايه المعتاد؟ يعني الطبيعي اللي هو عند كام؟ عند 1. بيكون درجة غليان الماء النقي 100 درجة يا شباب. تمام. ودرجة الانصهار 0 اللي هي الحالة الطبيعية. من المخطط المقابل شباب، اول ما يجي لنا رسمه زي ديت او اي رسمه هنبدا نحل الرسمه على طول. اول حاجه نخش عليه من ميه لبخار، من ميه لبخار في الحاله ايه ديت عمليه تبخر. يعني ايه تبخر؟ يعني اكتساب للحراره، اكتسبت ايه؟ حراره، فديت اسمها تبخر. تمام. طب من بخار لميه، من بخار لميه ده فقد حراره، ودي اسمها عمليه تكاثف. تمام. تم من ميه لتلج، دي اكتساء لفقد حرارة. فقد حرارة يعني عملية، وده عملية تجمد. تمام. ومن تلج المية، من تلج المية دي انصهار. انصهار يعني عملية يعني في اكتساب ايه؟ اكتساب للحرارة. فبقولك العمليات التي تتم باكتساب الطاقة الحرارية. مين العمليات اللي بتكتسب منها طاقة حرارية؟ العملية A اللي هي تبخر، والعملية D اللي هي انصهار. يبقى A اللي هي تبخر، تمام، والعملية دي اللي هي مين؟ انصهار. دي بتكتسب حرارة يعني موجب حرارة. العمليات اللي تتم بفقد طاقة حرارية مين؟ العملية B اللي هي تكاثف،
والعملية سي اللي هي اللي هي مين؟ تجمد. يبقى العملية بي اللي هي تكاثف، والعملية سي اللي هي مين؟ تجمد. دي بتتم بفقد حرارة. تمام. بيقولك سبب ما تحتها خط. تنخفض درجة غليان الماء بمقدار 10 لكلما ارتفعنا 300. لا، كانت بمقدار 1. بمقدار 1 درجة سيليزيوس. تتوقف درجة غليان المحلول، درجة غليان محلول الجلوكوز على كتلته ولا على تركيز سكر الجلوكوز اللي كان بداخله، اللي هو كان عندها 342 جرام. صح؟ صح. طاقة حركة جزيئات المادة السائلة تكون كبيرة جدا، السائلة كبيرة جدا ولا الغازية؟ الغازية يا مستر. شفتوا الحل بسرعة ازاي؟ عشان مذاكرين. القدر المعتاد يساعد على توفير الطاقة أثناء الطهي. يعني ايه قدر معتاد؟ يعني القدر اللي هو العادي، اللي الحلة العادية اللي عندنا، بتساعد على توفير الطاقة أثناء الطهي. ولا كان عندنا القدر الضاغط أو القدر الكاتم؟ كان اسمه الضغط أو الكاتم. ليه حلة الضغط؟ فعلا يا مستر. من منحنى التسخين الموضح بشكل مقابل إلى ما تشير درجة الحرارة ايه مع التفسير. لو انتوا مذاكرين واخدين بالكم من الرسمة هتلاقوا ان دي بداية التجربة، والمرحلة ديت كانت عند 0 درجة سيليزيوس وهي الانصهار، وبي سي كانت عند مين؟ كانت عند 100 وهي الغليان. صح؟ صح. يبقى إلى ما تشير درجة حرارة ايه؟ إلى عملية الانصهار، ودرجة حرارتها 0. تمام. مع التبسير ليه دي درجة الانصهار؟ لأنها تتحول المادة هنا من الحالة الصلبة إلى الحالة مين؟ إلى الحالة السائلة. تمام. بقولك حدد حالة المادة خلال الفترة بي سي. خلال الفترة بي سي حالة المادة هنا دي كانت سائل، كانت صلب، اتحولت لصلب وسائل. هنا سائل، هنا بقى سائل وغاز. سائل ومين وغاز. والشرح والرسمة ديت شرحناها في فيديو الشرح. يبقى سائلة وغازية. بعد كده نخش على تقييم 2. تقييم 2 بيقول لك أي مما يلي يعبر عن حالات المادة الموجودة بالدورق المقابل. بص يا شباب، عايز يتكلم هنا مين؟ عن حالات المادة X الموجودة بالدورق المقابل. اللي بيحصل للمواد دي، أولا لو بصينا هنا هتلاقي هنا هو غالق في وقت الأنبوبة. تمام. فهنا عايز يتكلم إن في هنا انتشار بيحصل أو فقد الحاجة بتحصل. صح؟ عرفناها منين؟ من إن هو غالق الفوهة. صح؟ صح يا مستر. فكتلة الجزيء هنا هنتكلم عن الكتلة؟ لأ، هنتكلم على تنطلق طاقة عند تحول طاقة. يعني ايه؟ يعني حرارة. ان تحول غاز اكس الى سائل اكس. فعلا صح، تحصل فقد في الحرارة. تمام. تمام. اللي هو اسمها عملية تكاثف. عملية الايه؟ التكاثف. طب درجة حرارة السائل اكس اكبر من درجة حرارة الصلب. هل درجة حرارة السائل اكبر من درجة حرارة الصلب؟ هو هنا سخن؟ لا. فقد حرارة؟ لا. عمل اي حاجة في الحرارة؟ لا. يبقى درجات الحرارة التلاتة دولت متساويين، مفيش حد اكبر من حد. تمام. جزيئات السائل اكس تهتز حول موضعها الثابتة. هل هنا حدد يقولك السائل مين؟ السائل اكس تهتز حول موضعها. مين اللي كان بيهتز حول موضعها؟ السائل ولا الصلب؟ الصلب. يبقى كله غلط ما عدا ب. تتحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية من صلب الغاز، ودي كنا بنسميها التسامي. كل مما يؤثر في معدل تبخر السائل ما عدا. كل من دي بيؤثر في معدل مين؟ التبخر. عندنا 4 عوامل: مساحة السطح، ودرجة الحرارة، وشدة الرياح اللي هي التيارات الهوائية، ونسبة الرطوبة. تمام. تمام.
هل الحجم السائل كان بيأثر؟ لا، وده يجيلنا عليه سؤال تحت دلوقتي بيسألك على حجم السائل. من العمليات الانعكاسية، يعني ايه انعكاسية؟ يعني عكس بعض في ايه؟ لو بصيت على اللي تحت دول هتلاقي هنا عكس بعض في الحرارة وعكس بعض في تحول المادة. تمام، عايز الاتنين اللي عكس بعض في الحرارة وفي تحول المادة. الانصهار هو اكتساب للحرارة، والتبخر اكتساب للحرارة، والانصهار تحول من صلب لمين؟ لسائل، والتبخر من سائل لغاز. تعال نشوف التكثيف. ثانية يا شباب، الانصهار من صلب لسائل، والتبخر من سائل لصلب. وانا بص عايز اتكلم على التحول ما بين مين؟ العمليات الانعكاسية، يعني العمليات اللي هي عكس بعض من حيث قلنا الحرارة، ومن حيث تحول مين؟ تحول المادة. قلنا الانصهار اكتساب حرارة والتبخر اكتساب حرارة، ولكن الانصهار من صلب لسائل والتبخر من سائل لغاز، فدولت عكس بعض في حاجة فغلط. دولت مش زي بعض، صلب سائل وسائل لغاز، هل في علاقة بينهم؟ لا. التكثف والتبخر، التكثف يعني ايه؟ وبعدين دي موجب ودي موجب، احنا عايزين عكس، يعني سالب وموجب. تمام. التكثف يعني فقد حرارة، والتبخر اكتساب لحرارة. تمام. التكثف تحول من مين لمين؟ من غاز الى سائل، والتبخر من سائل الى غاز. يبقى فعلا عكس بعض ولا لا؟ عكس بعض، يبقى عندنا اختيار باء. طب التكثيف والتجمد، التكثيف فقد حرارة والتجمد فقد حرارة. التكثيف من سائل، التكثيف من غاز الى سائل، والتجمد من سائل الى صلب. عكس بعض فمش تنفع، مش عكس بعض، سائل وصلب وغاز وسائل، في علاقة بينهم؟ لا مفيش علاقة. تمام. قارن بين الصقيع والضباب من حيث العمليات المكونة له. الصقيع اللي بيكونه عملية تساقط. عملية ايه يا شباب؟ تساقط. تمام. والصقيع والضباب وايه تاني؟ وعملية تكاثف. تساقط وتكاثف بتكون الصقيع ومين؟ والضباب. الضباب اللي هي الشبورة يا شباب، وقلناها في الشرح. بقولك اكتب ما تعبر عنه كل من العبارات التالية. العامل الذي يتغير بتغير المتغير المستقل، عامل بيتغير بتغير المتغير المستقل، ده اسمه المتغير التابع. متغير مين يا شباب؟ التابع، وده شرحناه في الشرح بالتفصيل. نوع من القهوة الفورية، نوع من القهوة سريعة الذوبان في الماء، وهي القهوة الفورية. علم المياه كان اسمه علم الهيدرولوجيا. علم الهيدرولوجيا. تمام. ثاني اكسيد الكربون الصلب اسمه الثلج الجاف. تمام. الشكل المقابل بقول لك يعبر عن تجربة أجراها أحد التلاميذ بغرض التعرف على أحد العوامل المؤثرة في عملية التبخر. وإيه هنا العامل اللي إحنا مستخدمينه؟ هنا استخدم حجم الماء، صح. هل هنا في حرارة؟ لا. في تيارات هوائية؟ لا. في مساحة سطح؟ لا، نفس مساحة السطح. فهنا بيأثر بمين؟ بحجم الماء. هل حجم الماء بيأثر على عملية التبخر؟ لا. فهنا بيقول لك هل يختلف الفرق بين الحجمين؟ يعني هل في بيحصل تبخر؟ هنقول له لا يحدث تبخر. لا يحدث مين؟ تبخر. ليه؟ لأنه هنا اتكلم عن الحجم، ما اتكلمش عن العوامل اللي بتؤثر. هنقول لأن الحجم ليس من العوامل المؤثرة على معدل مين؟ التبخر. تمام. بعد كده ما التعديل المقترح إجراؤه؟ عايزين نعدل هنا على التجربة ديت عشان نخلي مساحة السطح السائل المعرضة للتبخر بتؤثر على معدل التبخر، بتؤثر على معدل مين؟ التبخر. أول حاجة اللي عايز يأثر في مين؟ في مساحة السطح، ولكن هنا مساحة السطح ثابتة. نعمل إيه؟ قال لك نكبر أحد الإناءين عن 5، يعني مثلا نخليه 10 أو أكبر، ونصغر أحد الإناءين، نخليه مثلا 3. يبقى نقول إيه؟
بتكبير احد الاناءين وبتصغير احد الاناءين او بتصغير الاناء الاخر. تمام يا شباب؟ تمام. نخش بقى على الاسئله. من المخطط المقابل اي مما يلي يمثل عمليه التسامي؟ تعالى نحل الاول. من صلب في واحد، من صلب الغاز صلب الغاز فدي اسمها تسامي. تمام. وفي 2 من صلب السائل دي انصهار. وفي 3 من غاز لسائل فدي تكثيف. و4 من غاز لصلب ده اسمه تساقط. تمام يا شباب؟ تمام. فعايز من دي تسامي كانت 1. بقولك يحدث نفس التغير في الحالة الفيزيائية في عمليتين. الحالة الفيزيائية فوق قلنا من حيث درجة الحرارة ومن حيث تحول المادة. تعال نشوف الغليان والتكاثف. الغليان اكتساب الحرارة والتكاثف فقد حرارة، فهو عايز حالة فيزيائية وعايز نفس الحالة الفيزيائية، يبقى دول مش معانا. الغليان والتبخر، الغليان اكتساب للحرارة والتبخر اكتساب للحرارة. الغليان من سائل بيحول مادة من سائل إلى غاز، والتبخر برضو من سائل إلى غاز، يبقى معانا الإجابة باء. تعال نشوف جيم تجمد فقد حرارة وتكاثف فقد حرارة. تجمد من صلب، تجمد من سائل خليه صلب، والتكاثف من غاز نخليها ايه؟ سائل. هل شبه بعض؟ لا، يبقى ج مستبعدة وده برضو مستبعدة. أجريت التجربة موضحة بالشكل المقابل. كان كفتي الميزان متساويتين في بداية التجربة، وبعد مرور عدة دقائق هبطت الكفة التي تحمل الوعاء 1 إلى أسفل. الكفة ده هبطت مع إن في غطا. تمام، في غطا يعني مش هيحصل تبخر ولا لده ولا لده، صح؟ صح. في الوعاء 2، الوعاء 1 اللي هو التلج لما يسيح يعني بعد مرور عدة دقائق يعني هيحصل انصهار. تمام. فالوعاء 2 هيفضل ثابت. ليه؟ ما مفيش اي حاجة اثرت عليه. تمام. والوعاء 1 كتلته تزيد الكتلة. ليه؟ هات كده يا شباب كوباية مية، كوباية عادية، حط في قلبها قطعة تلج. بعد فترة هتلاقي ان المية ديت عليها قطرات من الايه؟ التلج ده الكوباية عليها قطرات من المية بره كده، اللي هي بيسموها ان المية مشبرة، صح؟ بسبب المية اللي بره ديت هتخلي الكتلة تزيد، صح؟ صح. يبقى كتلة الوعاء 1 اللي هتحصل له هتزيد بسبب ايه؟ بسبب تكاثف قطرات المية على جانبي يمين الوعاء او على خارج الوعاء. تعال نشوف بسبب تكاثف بخار المية خارج الوعاء ايه؟ 1. يبقى عندنا الإجابة د. قارب من التبخر والغليان في نقطتين. والله التبخر كان بيحدث فترة. أول حاجة التبخر هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الغازية عند أي درجة عند أي درجة حرارة أقل من 100، صح؟ أقل من كام؟ من 100. تحول عملية الغليان تحول المادة برضو من سائل إلى غاز، ولكن عند درجة حرارة كام؟ 100. تمام. بعد كده التبخر بياخد فترة زمنية طويلة، والغليان فترة زمنية قصيرة. تمام يا شباب؟ تمام. دول النقطتين اللي احنا قارنا ما بينهم. بلوك الجدول المقابل يوضح الحالة الفيزيائية لأربع مواد عند درجات حرارة مختلفة. ما المادة أو المواد التي تكون درجة غليانها أكبر من 50؟ عايز مادة درجة غليانها أكبر من 50. إيه هما؟ أول حاجة تعال نشوف عند 50 على طول. دبليو عند 50 كانت غاز، واحنا عارفين ان الغليان من سائل الى غاز، فدي خلاص اتحولت عند 50 بقت تغلي، حصل لها غليان عند 50. احنا عايزين اكبر من 50. طب اكس عند 50 سائلة، طب عايزين نحول الغاز بقت اعلى من 50 فعلا، يبقى اكس معانا. دبليو واي صلبة عند 50 وسائلة عند 90،
يبقى ده كده انصهار. طب عايز نحولها لغاز، يبقى اعلى من 90 اللي هي اعلى من 50، يبقى دي معانا. طب زد عند 50 كانت سائل، وعايزين نحولها لغاز اللي هي غليان عند فعلا 90 اللي هي اعلى من 50، يبقى زد معانا. تمام. يبقى من المواد اكس وواي وزد. مع التفسير هنقول درجة حرارة او درجة غليان كل من اكس وزد كانت اعلى من 50 وواي اعلى من 90. تمام يا شباب؟ تمام. الأوعية الموضحة بالشكل المقابل تحتوي على كميات متساوية من الماء. لو بصينا هنا ان مساحة سطح 1 ومساحة سطح 2 ومساحة سطح 3، عايزين نرتبهم من حيث مساحة السطح. من حيث مساحة السطح فنقول مساحة سطح 3 أكبر من 1 أكبر من كام؟ من 2. دي من حيث مساحة السطح. فبقولك لماذا تقل كمية الماء في الأوعية الثلاثة بعد مرور عدة ساعات؟ هنقول بسبب التبخر. بسبب التبخر اللي حدث بسبب مساحة السطح. صح؟ صح. أي من هذه الأوعية تكون كميات الماء فيها الأقل، هي الأقل. يعني ايه كمية الماء الأقل؟ يعني مساحة سطحها أكبر عشان هتفقد أكتر، فعندنا 3. تمام. ليه؟ لأن مساحة سطحها هي الأكبر. طب لو عايز يرتبها هتبقى 3 و1 و2 من حيث مساحة السطح، هي بيأثر على مين؟ على التبخر. الشكل البياني مقابل يوضح تغير درجة حرارة من كمية من الماء بمرور الزمن. حدد رموز أجزاء المنحنى التي يتم فيها فقد الحرارة مع التفسير. عايز الرموز اللي بتفقد حرارة. تعال نشوف درجة حرارة A و B و C. A بتفقد فعلا حرارة، B ثابتة يعني لا تفقد حرارة، يبقى A بتفقد B لا تفقد. طب C فعلا بتفقد حرارة، يبقى عندنا مين اللي بيفقد حرارة؟ A و C. مع التفسير لأن منحنى كل من A و C بيفقد حرارة. أجزاء المنحنى يتم فيها فقد حرارة لأن منحنى A و C مع الزمن بينحني يفقد حرارة. تمام يا شباب؟ اهو بيحصل له انحناء لأسفل اهو. دي كده معناه انه بينزل يعني بيفقد حرارة. ازاي؟ ايه كانت عند 30، لو بصيت هتلاقي بقت عند 20، بقت عند 10، بقت عند 0. صح؟ فكده فقد حرارة؟ لا، فقد. سي كانت عند 0 فتلاقي بقى نزلت -10 اهي، -20 -30. فقدت ولا لا؟ فقدت. تمام. بيقول لك درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة. مين درجة الحرارة تتحول عندها الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة؟ دي اسمها درجة الانصهار. تمام. اللي كانت عند كام؟ عند 0. النقطة التي تثبت عندها درجة حرارة المادة أثناء تحولها من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة هي نقطة إيه؟ نقطة الانصهار اللي هي بتساوي 0. تمام. درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الغازية عند نقطة محددة اسمها درجة مين؟ من السائل لغاز، فاسمها درجة الغليان. تمام يا شباب؟ تمام. درجة الحرارة التي تتغلب عندها جميع جسيمات السائل على قوة التجاذب بينها وتتحول إلى جسيمات غاز، يعني كانت سائل وبقت غاز، فدي اسمها الغليان. درجة مين؟ الغليان. تمام. ضغط الهواء الجوي عند مستوى سطح البحر اسمه الضغط الجوي المعتاد. الضغط الجوي المعتاد. تمام. عملية تحول مادة من الحالة الصلبة إلى الغازية دون مرور بالسائلة دي اسمها تسامي. عملية تحول مادة من غاز لصلب دون مرور بالسائلة دي اسمها تساقط. ثاني أكسيد الكربون الصلب اسمه الثلج الجاف. اللي مذاكر يا شباب يحل بسهولة جدا، عشان ديت معلومات كلها مباشرة مش عايزة هي تفكير خالص. عند الضغط الجوي المعتاد تكون درجة انصهار التلج 0 والغليان 100. درجة الحرارة اللي يبدأ عندها تحول التلج إلى ماء
تسمى التلج لماء صلب الماء اسمه انصهار. بينما درجة الحرارة بيبدأ عندها تحول الماء في كل أجزاء إلى بخار، يعني من سائل إلى غاز، فاسمها ايه؟ التبخر أو الغليان. من سائل إلى غاز فده التبخر أو الغليان، الاتنين صح. عند درجة الانصهار تضعف ايه؟ درجة الانصهار بتضعف قوة التجاذب بين جزيئات المادة. قوة التجاذب بين جزيئات المادة، ودي شرحناه. قوة التجاذب بتضعف فبيؤدي ان المية جزيئاتها بتتحرر، فبحركتها بتزيد فيبدأ تتحول من صورة الى اخرى، فتزداد. بتضعف قوة التجاذب وتزداد مين؟ المسافات البينية. المسافات البينية. تمام. من العوامل المؤثرة على درجتي انصهار وغليان المواد كان عمل اللي هو درجة النقاء المادة، درجة النقاء والضغط الجوي. ان انخفاض الضغط الجوي نقط درجة غليان السوائل. انخفض الضغط الجوي والغليان علاقة طردية فتقل، والتجمد ما بينها علاقة عكسية فتزداد. تمام يا شباب. عند إذابة 342 جرام من سكر الجلوكوز في 1 لتر من الماء تصبح درجة غليانها ودرجة تجمدها على الترتيب. درجة الغليان لما تصبح 342 جرام بتزيد نص فتصبح 100 درجة ونص، 100 وكام ونص. طب والانصهار هتبقى -1.86. تمام. عند نقطة الانصهار تكون المادة في الحالتين. لما نيجي يا شباب نصهر حتة تلج فهتكون عند النقطة اللي هي الثبات ديت هتكون عبارة عن صلب وسائل. والتلج ما بيسيحش مرة واحدة زي ما شرحنا في فيديو الشرح. اللي مش فاهم النقطة من دي يرجع لفيديو الشرح تاني، هتلاقيها مشروحة بالتفصيل عشان اسمه حل مش شرح. فقدان الطاقة الحرارية يكون مصاحبا لعمليتي نفق الطاقة، فاسمها بتكون مصاحبة لعمليتي ايه؟ عمليتي التكثيف والتجمد. التكثيف والتجمد. تمام. اكتساب الطاقة الحرارية يكون مصاحبا لعمليتي اكتساب للانصهار والتبخر. طب يا مستر الغليان ما بيكتسبش طاقة حرارية؟ الغليان ما بيكتسبش طاقة حرارية. والله الغليان احنا قلنا بيثبت عند، بيبقى في مدة ثبات كده اللي هي عند 100. تمام. يبقى الغليان عند 100. اما الانصهار بتلاقيه بدأ من صفر طلع عند صفر، بدأ من تحت كده وطلع عند صفر فوق. تمام. فده اللي بيحصل لمين؟ الانصهار من تحت من النهاية خالص ويطلع عند صفر ويثبت. هل بعد كده بيكتسب؟ لا ما بيكتسبش. وبعد كده يطلع عند 100 يكتسب، بعد كده يثبت عند 100. تمام يا شباب. تمام. عملية التبخر عكس عملية التبخر، عكس عملية مين؟ عكس عملية التكثيف. ليه؟ التبخر هو عبارة عن ايه؟ من سائل لغاز، والتكثيف من غاز لسائل. ايه التكثيف يا شباب؟ بينما عملية التسامي عكس عملية التسامي من صلب لغاز، عكس عملية التساقط اللي هي من غاز لصلب. عكس عملية مين؟ التساقط. تمام. فقدان جزيئات بخار الماء في الهواء للطاقة الحرارية يؤدي إلى تكثفه في صورة ايه؟ ندى أو ضباب أو سحب. تحدث عملية نقط لجزيئات سطح السائل فقط عملية التبخر، بينما تحدث عملية نقط في جميع أجزاء السائل الغليان.
عند درجة الغليان تتغلب جزيئات المادة على نقط تتغلب جزيئات المادة على نقط قوة بين جزيئات. بص، عند درجة الغليان بتتغلب جزيئات المادة السائلة على، ما عشان غليان بيبقى بتتحول مادة السائلة، بيبقى مادة سائلة. جزيئات مين؟ المادة السائلة على قوة تجاذب بين الجزيئات. طب لو عملت انصهار يبقى تغلب جزيئات المادة الصلبة. تبخر جزيئات المادة مين؟ الغازية. عملية التبخر تحدث فترة زمنية، التبخر فترة زمنية طويلة، وبينما عملية الغليان فترة زمنية قصيرة، أو ممكن نقول طويلة نسبيا، قصيرة أو طويلة نسبيا، تنفع الاتنين، قصيرة أو طويلة نسبيا الاتنين تنفع. يزداد معدل التبخر، بيزداد معدل التبخر بزيادة مين؟ بزيادة والله درجة الحرارة ومساحة السطح والتيارات الهوائية، وبنقص نسبة الرطوبة. يبقى بيزداد ب3 وبيقل ب1. تمام. القهوة العادية لا تذوب في الماء، بينما القهوة الفورية سريعة الذوبان في الماء. أكمل المخطط التالي. والله تعالى نشوف هنا. أول حاجة، من ثلج لنقط حصل له انصهار، يبقى انصهار بيتحول التلج إلى نقط يحصل له انصهار، يبقى من تلج إلى ماء. ومن ماء لتلج فده اسمه تجمد. طب من مية لبخار مية ده اسمه تبخر. طب من بخار مية لمية ده تكثيف. تمام. طب تعال نشوف من هنا، من بخار مية لمية لتلج فده حصل له فقد في درجة الحرارة. طب هنا من تلج لمية لبخار فده حصل له اكتساب للحرارة. مخطط حل بكل سهولة. بقول لك صح وغلط، ده صح وغلط مع التصويب. خلي بالك من كلمة مع التصويب، الناس كتير بتقع فيها. يغلي الماء النقي عند 100 عند ضغط الجو المعتاد، غلط. عند قصدي يغلي الماء النقي عند 0، لا عند 100، وتحطله 100 درجة سيليزيوس. عند غليان الماء تزداد قوة تجاذب بين الجسيمات وتقل المسافات البينية عند الغليان، غلط. اللي بيحصل لقوة تجاذب بتقل، واللي بيحصل المسافات البينية بتزداد، يبقى نقول تقل وتزداد. تتغير حالة المادة من حالة لحالة أخرى باكتساب طاقة حرارية. حالة المادة بتتغير من حالة إلى أخرى باكتساب طاقة حرارية، أي فعلا. أثناء عمليتي الانصهار والغليان تظل درجة حرارة ثابتة. الانصهار والغليان تظل درجة الحرارة ثابتة، صح. اللي هي عند الانصهار اللي هي عند 0 و100 درجة الحرارة بتظل ثابتة كده. في الرسم هرجعوا لها في فيديو الشرح. درجة انصهار الشمع تتساوى مع درجة انصهار ملح الطعام. درجة الانصهار بتاع الشمع تتساوى معها، غلط. عمر ما درجتي انصهار أو درجتي غليان المادة تتشابه مع مادة أخرى، ولكنها بتختلف. مفيش مادتين لهم نفس درجة الانصهار أو درجة الغليان. تنخفض درجة الحرارة بمقدار حوالي 1 درجة سيليزيوس كلما ارتفعنا 10 متر الأعلى، لا كلما ارتفعنا 300 متر، فديت غلط. يقل زمن طهي الطعام في القدر الكاتم مقارنة بالطهي في القدر المعتاد، صح. الكاتم أو الضاغط الاتنين صح. كل مادة نقية لها درجة غليان مميزة لها، صح. طب ديت إجابة على سؤال إيه؟ إجابة على سؤال 5. بص، إن كل مادة لها درجة غليان مميزة ودرجة انصهار مميزة. طب هنا هل هيتساوى انصهار الشمع مع انصهار الملح؟ لأ، فديت إجابة لدي. تمام. يتوقف مقدار الانخفاض في درجة تجمد المحاليل على ترجسها. يتوقف الانخفاض يتوقف مقدار الانخفاض في درجة تجمد المحاليل على تركيزها، فعلا في درجة التجمد ودرجة الانصهار.
اللي هي هما الاتنين زي بعض، ودرجة الغليان كمان. تمام. يتجمد الماء في المناطق القطبية نتيجة اكتسابه طاقة حرارية. نتيجة اكتسابه طاقة حرارية غلط، نتيجة لفقده طاقة حرارية. الثلج الجاف والنيتروجين في الحالة الصلبة غلط، هو ثاني أكسيد الكربون في الحالة الصلبة. يزداد معدل التبخر عند زيادة سرعة التيارات الهوائية فوق سطح السائل. بيزداد تبخر بزيادة سرعة التيارات الهوائية، صح. وبيزداد بدرجة الحرارة برضه ومساحة السطح، وبيقل بنسبة الرطوبة. زيادة نسبة الرطوبة تؤدي إلى زيادة معدل التبخر، لسه قايلين فوق بتقل، يبقى تقل من التبخر. تؤثر دورة الماء في الطبيعة بصورة مباشرة على الكثير من عوامل الطقس. دي كانت سطر كده مباشر، صح. نشرب بقى مية ونكمل. بسم الله. تزداد سرعة الجسيمات المكونة للمادة عند حدوث عمليتين. سرعة الجسيمات بتزيد بزيادة ايه؟ بزيادة ان هي بتكتسب طاقة، صح، اللي هي بتكتسب حرارة، صح. هات بقى مادتين بيكتسبوا حرارة، تكاثف بيقل حرارة، والتبخر بيزداد، وعايزين الاتنين مع بعض، غلط. تكاثف قلنا بيقل، يبقى غلط. وتجمد بيقل. تبخر بيكتسب، والانصهار بيكتسب، يبقى جيم هي الإجابة الايه الصحيحة. تجمد بيفقد، وانصهار بيكتسب، لا، عكس بعض. عند غليان حجم معين من الماء ينتج حجم أكبر من البخار، وذلك لأن جزيئات، وذلك الإيه؟ لأن، بص، لما بنعمل غليان لحجم معين من الماء، تمام، بينتج حجم أكبر من البخار. ليه؟ عندنا وعاء فيه جزيئات من المية، تمام، المسافات البينية بينها متوسطة، صح. فجبنا نفس الوعاء، هتلاقي المسافات البينية زادت بتاع حجم البخار، صح. يبقى حجمه يزيد ليه؟ عشان المسافات البينية بينها تزيد، صح. فحجم المية عن حجم الغاز او البخار هيكون حجم البخار ايه؟ اكبر. وذلك لان ايه؟ جزيئات البخار تكون متباعدة عن بعضها مقارنة بجزيئات الماء، صح، اللي هي المسافات البينية يا شباب. تمام. ماذا يحدث لجسيمات المادة الصلبة عند انصهار؟ جسيم المادة الصلبة لما بينصهر ايه اللي بيحصل له؟ بتظل تهتز حول موضعها؟ لا، هي فعلا بتهتز حول موضعها، ولكن مش هيتني زي ما هو كده. توقف على الاهتزاز؟ لا. تتحرك بحرية كبيرة وعشوائية في جميع الاتجاهات؟ لا، دي صلبة مش غازية. تتحرك من موضعها الثابتة؟ صح، هي فعلا ديت فعلا صح، هي انها تهتز حوالين موضعها، هي تهتز، صح. ولكن هتنها تهتز طول العمر، ولا هتتحرر بقى تبدأ تتحرر؟ لا، تبدأ تتحرر. سؤال مهم وحلو جدا، عشان عندنا ألف المفروض تبقى صح، ودال برضو صح، ولكن الأصح مين؟ دال. الشكل البيني مقابل يعبر عن تسخين مادة صلبة. ما الزمن الذي تتحول عنده المادة بالكامل إلى الحالة السائلة؟ عايز الزمن اللي بتحول المادة عنده بالكامل إلى الحالة السائلة. بص، الحالة ديت صلبة فقط، طب ديت صلبة وسائلة، طب دي صلبة وسائلة. طب عند النقطة سي ديت سائلة فقط، وكانت موجودة في الشرح. طب نطلع هنا هتبقى سائلة وغازية، طب هنا غازية فقط عند دي، يبقى عند سي سائلة فقط، عند دي غازية ايه؟ فقط. وعند الصفر هنا والايه صلبة فقط، يبقى عايز مين؟ السائلة فقط، يبقى سي. تمام يا شباب. مادة اكس تتحول من الحالة A إلى الحالة B كما بالشكل المقابل، من A إلى B. لو شفت هنا المسافات البينية واسعة شوية، يبقى ديت سائلة على طول، وديت مفيش مسافات بينية تكاد تكون منعدمة، فديت صلبة. أي الأشكال البينية التالية يعبر عن درجة حرارة المادة اكس بمرور الزمن؟ درجة حرارة المادة اكس بمرور الزمن. بص، من A ل B هنا مادة اكس، تمام، الاتنين دول اسمهم مادة اكس. ايه اللي حصل؟ درجة الحرارة هنا فقدت حرارة. ليه فقدت حرارة يا مستر؟
عشان كان المسافة البينية واسعة، فلما فقدت حرارة اللي هي من سائل لصلب فدي اسمها تجمد، صح؟ دي اسمها ايه؟ تجمد. تجمد يعني فقد في الحرارة، وده عارفينه صح يا مستر ولا لا؟ صح. يبقى عايزين الحرارة بتاعتها بتقل. طب هتقل يا مستر وهتستناها تقل 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 تقل، ولا هتقل وتثبت؟ لا هتقل وتثبت اللي هي عند الصفر، صح؟ يبقى الاختيار عندنا باء. طب تعالى هنا، اصلا هي احنا عايزينها تقل، صح؟ اهو الف بتزداد وجيم بتزداد، احنا عايزين تقل. الشكل البياني المقابل يوضح التغيرات الحادثة في درجة حرارة دورق بقطع من التلج خلال 20 دقيقة. بقطع من ايه؟ من التلج. اي مال يعد صحيحا. والله دورق بقطع من التلج فيبدأ يحصل له ذوبان. فعايز الفترات التي اكتسبت فيها المادة حرارة، والفترات التي حدث فيها تحول من مادة في حالة إلى حالة أخرى. يعني عايز الفترات اللي اكتسبت حرارة، والفترات إن المادة تحولت إلى مادة أخرى. من A ل B ما اكتسبتش. طب من B ل C، من B ل C أول واحدة اكتسبت ايه؟ من B ل C اكتسبت. تمام؟ B ل C ايه؟ اكتسبت. وفين تاني اللي اكتسب؟ اللي اكتسب برضو حرارة مين؟ من A ل C. A ل C برضو اكتسبت يا شباب. ازاي؟ بصوا يا شباب، B ل C باين ان هي اكتسبت، صح؟ اه. طب تعال نشوف مثلا، احنا بنسخن حاجة ولسه بنسخن، ماشيين في التسخين ماشيين في التسخين ماشيين 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 ماشيين، مش طول المدة دي كلها بتكتسب حرارة، صح؟ صح يا مستر فعلا. فالمدة بتاعت AB ديت اكتسبت برضو حرارة، يبقى عندنا AB. ومن B ل C اكتسبت حرارة، ومن C ل D اكتسبت حرارة، يبقى CD. يبقى AB و BC و CD. شوف التلاتة AB و BC و CD. استبعد اول اتنين، معانا يا جيم يا د. مين فيهم الصح بقى؟ تاني حاجة، وعايز الفترات اللي حدث فيها تحول للمادة. اول فترات اللي حدث فيها تحول للمادة الفترة A و B و C و D. A و B ازاي؟ هقولك دلوقتي. و C و D. بعدين نختار الصح جيم. ازاي يا مستر A و B و C و D؟ A و B حصل فيها تغير في المادة. ازاي؟ كانت المادة اصلا عند A كانت صلب، وبدأت تمشي لغاية عند B بقت سائلة، صح؟ اه والله صح. تمام. بدأت تبقى سائلة 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 سائلة، جت هنا عند C كانت ايه؟ عند C كانت خلاص بقت كلها سائل برضو، ودي غاز. يبقى حصل فيها تغير في المواد ولا لأ؟ تحول في المواد ولا لأ؟ حصل تحول في المواد. يبقى جيم هي الصح. بقولك المادة الصلبة التي درجة انصهارها 1500 درجة سيليزيوس تتحول إلى الحالة السائلة عند درجة انصهارها 1500، فتتحول للحالة السائلة عند كام يا شباب؟ بص، بسم الله. يعني ايه درجة انصهار؟ يعني بدأت تتحول أصلا من صلب لسائل. يعني هي أصلا خلاص بتتحول من صلب لسائل، فانصهارها عند 1500 هتحول لسائلة فين؟ من أول 1500 هي أصلا تبدأ تتحول لسائلة. تحت 1500 هي لسه صلبة. فهمتوها؟ بيلعب بيكم. مش هو الانصهار من صلب لسائل، يعني هو خلاص كده بدأ يتحول. لما جه عند 1500 خلاص بدأ يحصل له تحول، زي لما جه عند الصفر بدأ يحصل له تحول. هي نفسها. تمام. درجة غليان الماء عند قمة جبل يبلغ ارتفاعه 3000 متر تساوي درجة من غليان. كل ما ارتفعنا 300 متر قلت واحد، فنقسم 3000 زي ما قلنا في الشرح على 300، صفرين مع صفرين، 30 على 3 هتدينا ايه؟ 10. قلنا اللي هيختار 10 هيدوله صفر، فقلنا ديت هنقل 10 درجات. يبقى درجة الحرارة الأصلية غليان 100 ناقص 10 هتساوي عندنا كام؟ 90 درجة. نختار فين؟ نختار 90 درجة.
بعد كده عند ذوبان كلوريد الصوديوم في الماء، ذوبان كلوريد الصوديوم في الماء ايه اللي بيحصل؟ بص يا شباب، كلوريد الصوديوم في الماء زي بالظبط جلوكوز في الماء، هو مش هي نفس المادة، ولكن جلوكوز في الماء يعني ايه؟ حطينا حاجة في المية، يعني ايه؟ يعني حطينا شائبة، حطينا شائبة. يعني ايه شائبة؟ يعني حطينا حاجة شاذة في المية. فأي حاجة شاذة نحطها في المية، ايه اللي هيحصل لدرجة الغليان؟ هتزيد درجة غليانها وتقل درجة انصهارها. تعال نشوف، تزداد درجة الانصهار غلط، تقل الغليان غلط، تزداد الغليان صح، لا تتغير غلط. يبقى تزداد الغليان وتقل من الانصهار. كل من مال يعبر عن تحولات الماء ما عدا. تحولات الماء هو عمليات انعكاسية، كيميائية غلط، فيزيائية صح، بصاحبها تغير حراري صح، يبقى ما عدا جيم. كل العمليات الآتية يلزم لحدوث اكتساب طاقة حرارية، كل من دي بتكتسب طاقة حرارية ما عدا الغليان بيكتسب والانصهار بيفقد. الانصهار لا بيكتسب، آسف، والتبخر بيكتسب والتجمد بيفقد، يبقى ما عدا التجمد. عملية الانصهار عكس عملية انصهار تحول المادة من صلب إلى سائل مع اكتساب مين؟ اكتساب حرارة. عكس، عايزين نحول من سائل لصلب مع فقد حرارة، يبقى عكس مين؟ التجمد. في النشاط الموضح بشكل مقابل يلزم لحدوث العملية اكس نقط طاقة، بينما يلزم لحدوث العملية واي نقط طاقة. يلزم لحدوث العملية اكس، فين العملية اكس؟ اهي بص، مية اتحولت لبخار، بعد كده قطرات، ودي معدن يعني هيعمل لها تصادم رجوع تاني. فالرجوع دي تاني ديت اكس ديت تكاثف. تكاثف يعني عايزين نفقد حرارة، فعايزين نفقد ايه؟ الحرارة اللي هي فقد الطاقة. تمام. بينما واي بتطلع من مية لبخار، فدي اسمها تبخر. تبخر يعني عايزين اكتساب حرارة، اكتساب، يبقى عايزين فقد واكتساب. ج. اي مال يعبر عن اكس وواي. تعال نشوف، اكس لواي حصل له تساقط، فاكس كانت غاز وواي بقت صلب. طب من واي لاكس ما هو صلب لغاز، اهي تساقط تسامي. تمام، يبقى عندنا اكس غاز واي صلب، عايزين غاز وصلب د. تكون الصقيع يمثل عملية الصقيع اللي قلنا كان عندنا فيه بخار في الجو، قبله درجة حرارة قليلة فتكون الصقيع، يبقى يمثل عملية مين؟ تكاثف. يمثل عملية مين يا شباب؟ تكاثف. ثانية واحدة، مش الصقيع غاز لصلب؟ اه، فعايزين حاجة من غاز لصلب اللي هي التساقط يا شباب. اما التكاثف من غاز لسائل، احنا عايزين نفس التحول، يبقى من غاز لصلب التساقط. كل مال يعبر عن عملية تبخر الماء النقي، يعبر عن عملية مين؟ تبخر الماء النقي، ما عدا انه التبخر، ما عدا انه ايه؟ بيحدث عند 40. قلنا التبخر بيحدث عند اي درجة حرارة اقل من 100، فدي صح. تتم بدون تسخين، صح. تحدث الجزيئات السطح فقط، صح. بصاحبها تكون فقاعات غازية، غلط. اللي بصاحبها تكون فقاعات غازية هي الايه؟ الغليان. تجفيف الملابس المبللة عند تعرضها للشمس نتيجة حدوث غليان، قصدي نتيجة حدوث عملية تجفف الملابس المبللة عند تعرضها للشمس نتيجة حدوث ايه؟ غليان. انصهار غلط، غليان غلط، تكاثف غلط، حدوث تبخر ولسه مجيبين عليها فوق اهي. في الشكل المقابل يكون معدل التبخر في اكس في شمس، فمعدل التبخر في اكس هيكون اكبر من واي، لان درجة حرارة اكس اكبر من درجة حرارة واي، يبقى عايزين اكس اكبر من واي. الاناء واي يبقى ده غلط، الاناء واي اكبر غلط، الاناء واي ابطأ يبقى د.
من الشكل المقابل أي منمال يعبر عن معدل تبخر الماء في الأواني الثلاثة عند تعرضها لنفس درجة الحرارة. عايز يعمل مقارنة، يعمل ترتيب ما بين معدل التبخر في التلات أواني دي. والله معدل التبخر في واي هيبقى أكبر من معدل التبخر في اكس، هيبقى أكبر من معدل التبخر في زد. ليه؟ لأن مساحة سطح واي أكبر من مساحة سطح اكس أكبر من مساحة سطح زد. يبقى عايزين واي اكس زد، واي اكس زد او زد اكس واي. واي اكس زد اهي، واي اكس زد يبقى جيم. الاشكال التالية تمثل 4 اواني تحتوي على كميات متساوية من الماء، تركت في الهواء الجوي لمدة يومين. ما الإناء الذي يحتوي على أكبر كمية من الماء بعد اليومين؟ أكبر كمية من الماء يعني حصل له تبخر قليل. تبخر قليل دي من حيث مساحة السطح، فمساحة سطحه تكون قليل. عايزين مساحة سطح قليل. هل زد، بص واي واكس غلط، زد ولا دبليو مساحة سطح قليلة. شوف ديت مساحة سطح دبليو أصغر من زد، فزد برضه غلط. يبقى عندنا مين؟ دبليو. آخر سؤال عندنا يا شباب، يزداد معدل التبخر بزيادة كل مما يأتي ما عدا. بيزداد معدل التبخر ب3 وبيقل ب1. بيقل مين؟ بنسبة الرطوبة. بيقل بنسبة الرطوبة. كده يا شباب خلصنا الأسئلة كلها ما عدا المقالية. الأسئلة المقالية بإذن الله تعالى هنحلها في فيديو لوحده. يا رب تكونوا فهمتوا الشرح وفهمتوا أسلوب الحل بنحل ازاي بكل سهولة وبكل بساطة. شوف السؤال تحل على طول، والأسئلة اللي كانت محتاجة شرح كنا بنعرف نشرحها. ويا رب يكون عجبكم الفيديو، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهذا من توفيق الله عز وجل علينا، فنقول الحمد لله الحمد لله. يا رب يكون عجبكم فيديو الحل. ويا شباب اهتموا بفيديو الحل جدا جدا، ففيديو الحل اهم من الشرح ذات نفسه، لان الشرح ليه اهميه ولكن الحل اهم. فالحل هو اللي بيثبت المعلومه، يشوفك فهمت ولا لا، ويشوفك تعرف تحل ولا لا. فنقول في اخر حصتنا بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يكون عجبكم الفيديو يا شباب، وتكونوا استفدتوا وطلعتوا باكبر قدر من الاستفاده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.